ما اكدبش عليكم، انا في حاجه معينه في ماتش الاهلي قدام الترجي انا مش فاهم. الاهلي عنده مشاكل جوه الملعب ومشاكل بره الملعب كتيره جدا، ولكن هسيبها لجمهور الاهلي والناس اللي متابعه الاهلي بشكل افضل مني تتكلم عنها. لكن في غلطه معينه في الماتش ده انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم ازاي اي مدرب في العالم ممكن يقع فيه، وازاي الموضوع ده محدش بيركز معاه. الماتش ده في خط الهجوم بدا عندك بن شرقي كنوعا ما سترايكر، تريزيجيه ناحيه الشمال، زيزو ناحيه اليمين، وفي نص الملعب اللي بيلعب تقريبا تحت بن شرقي شويه هو امام عاشور. تمام. اللي انا مش قادر افهمه بقى هو ازاي اللعيبه دي لما بتتقطع منهم الكوره، لما بيحاولوا يعملوا هجمه، يعملوا حاجه كرييتيف نوعا ما وتتقطع الكوره عادي جدا بتحصل، ازاي لما الكوره تتقطع وتتعمل عليك تحول ولا واحد من الاربعه بيرجع، ولا واحد من الاربعه بيعمل نص سبرنت عشان يبذل مجهود يرجع ويساعد بقيه فرقته. انت بتلعب كده باربع لعيبه فوق الكوره. انا هنا مش بتكلم لما يكون الاهلي بيدافع لو بلوك او حتى ميد بلوك، دي بتبقى سهله نوعا ما لان انت اوريدي الفرقه اللي قدامك هي بتبني هجمه وانت متراجع نوعا ما، ساعتها الوينجين بيرجعوا يساعدوا الباكين، امام عاشور بيرجع ويساعد مروان عطيه وديانج، بن شرقي برضه لو عمل شويه ضغط خفيف، دي سهله وبتتعمل. التحدي الحقيقي لالتزامك في مساعده فرقتك هو ان انت لما تحاول تعمل حاجه والكره تتقطع منك بس يكون عندك ارتداد سريع نوعا ما عشان تساعد بقيه فرقتك. ما تبقاش الفرقه اللي قدامك دي رايحه مثلا باربع خمس لعيبه على 6 لعيبه من المدافعين بتوعك. هتقول لي يا عمر ما عادي 4 5 على 6 عادي تمشي. لا، ما احنا مش بنلعب مان تو مان. ومن وجهه نظري انا شايف ان الترجي في التحولات ما كانش كويس خالص. انت لو بتلاعب فرقه احسن نوعا ما في ماتش زي ده كان الماتش يخلص في الشوط الاول. وده غريب من ناحيه المدرب ان هو يشارك 4 لعيبه زي دول ما حدش فيهم بيرجع وبيساند، وفي نفس الوقت غريب جدا من اللعيبه دي نفسها ما حدش فيكم قادر ان هو يبذل شويه مجهود لما الكره تتقطع ويرجع بسرعه. كله بيتمشى وهو بيرجع. فين الروح وفين الكلام ده كله؟ ما بقاش موجود. هل فعلا امام عاشور مركز في ان هو هيروح السعوديه خلاص؟ هل تريزيجيه فعلا كبر وما بقاش قادر ان هو يرجع زي الاول؟ هل زيزو وبن شرقي مش فارقه معاهم والموضوع موضوع فلوس وخلاص؟ حقيقي مش عارف بجد، مش بتريق. واخيرا سؤال الاداره نفسها، هل تقدر تقيم موسم زي ده بعد كميه الفلوس اللي انت صرفتها موسم ناجح؟ مش انا زملكاوي اهو بقول لك يا سيدي عملت كومباك قدام الزمالك في الدوري وخدت الدوري، وغالبا ده اللي هيحصل اصلا. هل بعد ما كسبت الدوري المصري اللي انت تعتبر فيه زي بايرن ميونخ كده في الدوري الالماني، هل ده هيبقى مقياس نجاحك الموسم ده؟ انت ضيعت على نفسك فرصه ذهبيه من كميه الفلوس اللي دخلت لك من كاس العالم للانديه، صرفتها كلها على اي هبل. والدنيا لو كملت كده احنا ممكن نلاقي عادي جدا كمان 2 3 الاهلي في ازمه ماليه. مش عارف، موضوع غريب جدا بالنسبه لي. ولا نجحت رياضيا، ولا نجحت في ان انت تستغل الفلوس اللي دخلت لك بشكل كويس، ولا نجحت ان الجمهور بقى متحمس ان هو يجي ويتفرج على ماتشاتك، ولا نجحت في اي حاجه.